بالله باش تسمعوا خالة الضحية اللي عمرها 18 سنة اللي تعرضت للتهديد ومن بعد مشيت تحرقت روحها، ربي يرحمها ان شاء الله وربي يسامحها. معناها شنو حكيت قبل البارح انا بعثت لي الفيديو زعما باش نهبط، وانا اليوم الحق بتاع ربي ما خلطتش، اما باش نسمعكم خالتها شنو قالت ومن بعد نحكيو. عسلامة خويا حمزة، بربي باش نحكي لك على قضية بنت أختي عمرها توا قريب 19 سنة. بنت أختي تسكن في مستير، كارية في مستير، تخدم في قهوة في بنبلة. عرفت تفل من الغادي من بنبلة معناتها مديت المنارة، منعرفش اسكو تعرفها ولا. المهم بنت أختي عرفت تفل، حبته على الآخر، وتعرف اللي هذه في فترة المراهقة متاعها وكل شيء. صحيح تعدت بظروف خايبة قبل معناها سبب طلاق أمها وأبوها، حسوا الطفل هذايا حبته على الآخر، وهو زاد حسب ما قالت لي هي يحبها. أما شنيا ديما يضرب فيها. مرة وصل تحكي لي قالت لي راه ضربني للي دخلني في غيبوبة. ديما يضرب فيها، ديما تقولوا ابعد عليا خلينا نقصوها، يضرب روحه، يقطع يضرب روحه، يضرب بدنه وكل شيء، يقولها نشعلك ولا نشعل روحي باش تبعد عليا، ما نخليك تبعد عليا الا ما نقتلك ونقتل روحي. حسيلو عنده عمته هذيا ديما معناها حاسبتها كيف امها، تحكي لها والكل. قالت لي يا خالتي راهي عمته هذيا وصلت قالت لي هاو ثم مدب باهي، هاو توا نشوفه يكتب لك كتاب باش محمد هذا ما عادش يضربك، اللي هو هذا محمد صاحبها كل شيء. قلت لها زهور ما تسمعش لكلامها وكل، ابعد عليه الطفل هذا، ابعد، ما عادش تكلم ما عادش تدور بيه كل شيء. اكيد انت باش تلومنا تقول علاش ما تدخلتوش، ما الحقيقه ما جاش البينا انا باش يوصل للشيء هذايا. حاسلو ديما يهدد فيها، تقولوا ابعدني، يهدد فيها وكل شيء. عندي كابترات انا بعثهم لك، تلمو يضرب فيها، ديما يضرب فيها، يعذب فيها والكل. بنت اختي وصلت مرحله نفسيتها تعبت على الاخر، مشيت شريت إيترا ونص إيسانس وشعلت روحها قدام القهوة قدام العباد. وصلها المرحلة اللي هي باش تشعل روحها باش تنتحر. عندي كبترات كيفاش يسبلها في أمها، كيفاش يهدد فيها. وصلت هي شكيت وما تحركش الحاكم، وشكايتها ما تعدتش. وينو حق بنت أختي، وينو حقها؟ أنا بنت أختي توا في سبيطار بنعروس صعيبة، نعرفش أنا شوف تعيش شوف لا. كيف ما كنتوا تسمعوا توا في خالة البنية وشنو حكيت بالضبط، كارثة بأتم معنى الكلمة. طفلة عمرها 19 و 18 سنة في فترة المراهقة، معناها فترة حساسة على الآخر، يتم ابتزازها ولا تهديدها، معناها تنجم تخاف على روحها، تخاف من أي حكاية، معناها تخاف على سمعتها على كذا. فاختارت إنها معناها تنتحر، إن شاء الله ربي يرحمها وربي يغفر لها. لكن شكون متسبب؟ السيد هذا معناها اللي هو قاعد يدور، أنا متأكد مازال تو السيد هذا هو اللي تسبب لها في المقتل نتاعها، فهمت؟ هو اللي يبعث لها في التهديد حسب ما قالت خالتها كما سمعتوا. لازم يتم معاقبته. وانا عندي ثقه في الامن التونسي وعندي ثقه في القضاء، معناها ما فماش شك حتى تعرف، معناها انا متاكد باش ياخذوا لها حقها. ولكن ان شاء الله يكون الحكم معناها في القضايا ذوما يقوى اكثر من هكايا، خاطر صايره كوارث، اقسم بالله صايره كوارث. انا يجوني برشا حاجات ولكن ما عنديش الحق باش نهبط اي حاجه، خاطر القانون يمنعني من الشيء هذايا. ان شاء الله يا ربي تاخذ حقها، ونتمنى من الناس الكل تبارتاجيو الفيديو هذايا باش يوصل اكثر للسلطات، وتنجم ينجموا عائلتها ياخذوا لها حقها، ونجموا نوصلوا لها صوتها ان شاء الله، وربي يصبرها ان شاء الله. السلام عليكم.